هو ليه شركه اورنج وشركه وي وشركه فودافون مش بيراعوا نادي الزمالك؟ انا مش مطالب اجاوب على السؤال ده، لكن اللي مطالب يجاوب عليه كابتن ميدو وكابتن احمد سالم، نادي الزمالك بالكامل، المجلس الحالي والمجلس اللي قبل منه. انا عارف الراعي الرسمي لنادي الزمالك حاليا هو شركه نايل للتطوير العقاري، وهي شركه كبيره جدا في المجال العقاري، لكن هي مش بحجم ولا قوه مال شركات الاتصالات زي فودافون زي وي زي اورنج. فالسؤال هنا ليه الشركات دي مش بتراعي نادي الزمالك رغم ان هو النادي الاكثر شعبيه في الدوري المصري بعد النادي الاهلي؟ تعال اقول لك ازاي الزمالك قدر يوفر 325 مليون جنيه مصري غرامات في الفيفا. مجلس اداره الزمالك امبارح نزل بيان بكميه الفلوس اللي دفعها للفيفا للاعبين والمديرين الفنيين ليهم مبالغ مستحقه نادي الزمالك، واللي تسببوا في وقف الكيد على نادي الزمالك عده مرات. المبالغ دي وصلت لحوالي 6 مليون ونص دولار، حوالي بالمصري من 300 مليون ل 325 مليون. انا اقول لك ازاي الزمالك قدر يدبر المبلغ ده. اول مصدر ليه كان هي اشتراكات اعضاء وجماهيره في فرع 6 اكتوبر. تاني مصدر نادي الزمالك حصل على قروض من عده بنوك مصريه. ثالث مصدر هو محبين نادي الزمالك زي ممدوح عباس وزي كتير من رجال الاعمال. لكن السؤال هنا، هل لو الفلوس دي كانت اتصرفت في فرقه الكوره كان نادي الزمالك شكله هيتغير ولا لا؟ 18 نادي في الدوري المصري عندهم شيزوفرينيا، يقعدوا طول الموسم يشتكوك من رابطه الانديه والمسابقات وبجدول وبنلعب بالنهار والحكام وي 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 ويجي مع اول اجتماع في رابطه الانديه جدد لهم عادي جدا وبدون اي انتخابات وبدون ترشيح اي حد، واحد بس اللي دخل من النادي الاهلي مكان عماد متعب. ايه الشيزوفرينيا اللي عندكم دي؟